كاينين جوج احتمالات، يا تقولبتي يا فلتي. هذا موضوع كيتقلبوا فيه بزاف الناس ديال الكريبتو وخصوصا المبتدئين. كتلقى واحد معلمه به كيتريدي في الكريبتو، وفاش كيبغي يدير الويدرا ولا يتيري فلوسه، المنصه ديال التداول كتاخذ نسبه كبيره من الارباح ديالو، وهذا الشيء غير الفيز ديالو. داكشي علاش اليوم غنشوفوا شكون هما احسن منصات ديال التداول على حسب الاحتياجات ديالك والمزايا. قبل ما ندخلوا في التفاصيل غندير واحد التذكير خفيف ظريف. بكل بساطه تداول الكريبتو هو شراء والبيع العملات الرقميه بحال البيتكوين، الايثيريوم. الهدف هو تشري بثمن منخفض وتبيع في ثمن مرتفع باش تحقق واحد الارباح. دابا كيفاش تعرف المنصه اللي غادي تختار؟ حيت كاينين بزاف المنصات كل وحده عندها المزايا والعيوب ديالها. هادشي بحال الصحاب، ما تتعاشرش مع اي واحد، كاين اللي غينفعك وكاين اللي غادي يستغلك. اول حاجه خصك تهتم بها هي الامان، وثاني حاجه هي سهوله الاستخدام، الرسوم اي الفيز اللي كتطبق هذه المنصه، وبطبيعه الحال العملات اللي كتدعم هذه المنصه. اول منصه غنبداو بها اللي هي باينانس. غادي نبداو باينانس، ما غنحتاج نقولها. باينانس هي اكبر منصه العملات الرقميه في العالم، كتوفر لك التداول اكثر من 200 عمله عندهم في المنصه، وعندها انترفاس ديال الادوات كاع اللي غتحتاج. المزايا ديال باينانس، رسوم التداول كتبدا ب 0.1 للمستخدمين العاديين، وكينقصوا لك 25% الا خلصتي بالعمله ديال منصه باينانس اللي هي البي ان بي، وكتولي الرسوم 0.075 بلس. كتدعم بزاف العملات الرقميه، مأمنه بفضل الميزات الامنيه المتقدمه، والابليكاسيون ديالهم سهله في الاستخدام ديالها. العيوب ديالها واللي قلال هي كتكون صعيبه للمبتدئين انهم يدخلوا ليها كانترفاس في الاول، حيت فيها بزاف ديال الادوات وماشي قانونيه في بزاف الدول. داكشي علاش خصك تتاكد قبل ما تدخل لها. المنصه الثانيه اللي هي كوين بيس، وهي ثاني اكبر منصه من بعد باينانس. هي اكثر منصات كيعتمدوا عليها الناس ديال امريكا واوروبا. الميزات ديالها هي انها مناسبه للمبتدئين وسهله في الاستخدام. كتوفر لك محفظه داخل البلاتفورم، المحفظه اللي كتجمع فيها كاع العملات اللي شريتي، وعندها سمعه كبيره من ناحيه الامان. اما من ناحيه العيوب ديالها، عدد العملات المدعمه من ناحيتها قليله مقارنه مع باينانس، رسوم مرتفعه مقارنه مع المنصات الاخرى. رسوم التداول كتبدا من 0.6، وهادشي بحال الا كنتي كدير صفقات كبيره فراه بطبيعه الحال كتنقص. وكما قلت لك الرسوم ديالها من 0.6 كتيكر و 0.4 كميكر. انا عارف ما غتفهمش تيكر وميكر، انا غنشرح لك. تيكر هو الشخص اللي كيبيع وكيشري العمله في ديك الساعه وبالثمن ديال السوق، وهنا الرسوم كتولي 0.6%. اما الميكر هو الشخص اللي باغي يبيع بثمن شويه اكبر ولا يشري بثمن شويه اقل، مثلا نقولوا 59500 دولار. العرض ديالك ما تحققش ديك الساعه، خصك تسنى حتى يهبط الثمن عاد تقدر تشريه. وكاين الحاله الثانيه الا كان الثمن ديال البيتكوين 30000 وانت حاطو انك تبيعه في 31500، في هذه الحاله خصك تسنى حتى يطلع الثمن ديال السوق. في هذه الحاله بجوج ديال الميكر كتكون رسوم 0.4. هذه بالنسبه للمنصه كوين بيس. ندوزو المنصه الثالثه اللي هي اوكي اكس، وهذه المنصه من اقدم المنصات اللي كاينين ديال التداول كريبتو. السمعه ديالها مزيانه من حيث عدد المستخدمين، من حيث اليوزر اكسبيرينس، ان الناس ملي كيدخلوا البلاتفورم كيلقاوها كامله مشروحه وافيكاس. المزايا ديالها فيها امان كبير بفضل المزايا اللي عندها في البلاتفورم، عندها ادوات متطوره والرسوم معقوله. وإلا جينا يعني نديروا واحد المقارنه بينها وبين باينانس، تقريبا نفس الاستخدامات، نفس المزايا، وتابع نفس العملات اللي كيليستيهم تقريبا باينانس كتليستيهم. وهي من اول ماركت بليس ديال ان اف تيز اللي كانت هي اوكي اكس. المنصه رقم 4 اللي هي كراكن. كراكن عندها سمعه مزيانه في المجال ديال الامن، كتقدم خدمات متقدمه متداولين المحترفين، ومن المزايا حتى هي عندها امن كبير في البلاتفورم ديالها والادوات المتطوره اللي كتبروفايديهم المتداولين المحترفين. اما العيوب ديالها الا كنت مبتدئ راه ما سهلاش هذه المنصه، ما عندهاش تطبيق بنفس الفعاليات ديال باينانس. وكاينين بزاف ديال المنصات، ولكن هذوما المنصات اللي كيبانوا ليا فيهم بوتونسيال. ونزيدك منصه بايبيت اللي مكلاسه هي الثالثه والرابعه عالميا. بايبيت تقريبا بحسب الرأي ديالي من أحسن منصات اللي هي باينانس، اوكي اكس، بايبيت. الثلاثه المنصات اللي انا عندي يعني وكنستخدمهم وما كاين حتى شي مشكل من ناحيه التجربه ديالي. دابا غتسولني كيفاش غتختار المنصه اللي غتناسبك. بعد ما شفنا اهم المنصات اللي قلت لكم، خصك تفكر في احتياجات ديالك باش تختار المنصه اللي كتناسبك. الا كنتي مبتدئ غتكون بايبيت نصيحه حيت سهله في الاستخدام، وكاين باينانس ولا اوكي اكس اللي تقدر تما تبدا بهم. اما الا كنتي محتار وباغي تداول في عملات رقميه، عندك باينانس، بايبيت، اوكي اكس، هما اللي غادي ينفعوك بالنسبه لي انا ثقه. اما الا كنتي مهتم بالعملات الصغيره وباغي تستثمر، فننصحك بالمنصه ديال كوكوين. دابا ندوزو الامان في المنصات. نقطه الامان مهمه بزاف في المجال ديال الكريبتو.
حيت سبق وسمعنا بزاف ديال القرصنه في بزاف ديال المنصات، الاختراقات، ما مع العلم ان كاينين هاكر بزاف اللي كيدخلوا للمنصه. داكشي علاش خص المنصه تكون عندها من ناحيه امان طالع، وديما اختار المنصه اللي عندها المصادقه الثنائيه هي 2FA وتكون معروفه في السوق. ولا غادي تقول فلوس الفيس الرسوم كتلعب دور مهم في الارباح ديالك، حيتاش كاين شي منصات اللي كيديو لك جزء كبير من الارباح ديالك. وانا كنصحك باينانس OKX بايبي حيت معروفين بالرسوم اللي منخفضه. وإلا عزيز عليك الرسوم مرتفعه دخل لكوان بيس. وما تنساوش ديروا ابوني ولايك لهذا الفيديو، وخلي لي شي كومونتير لو وصلتي حتى لهنا، وإلا عندك شي تساؤلات خليهم في الكومونتير. والحاجه الاخرى ما تنساش تاكد من جوده الدعم التقني كاستمر سيرفيس اللي كتوفروا هذيك المنصه، حيت الا مشى طرا لك شي مشكل فلوسك بقيتي تما. من ناحيه لي بلاتفورم اللي عندهم الدعم زوين واللي جربتهم انا، عندك باينانس OKX بايبي، وإلا طرا لك شي مشكل تم كيتحل كامله 24 ساعه. هاد الفيديو درتها غير ما تقولبش وتانفيسي فلوسك في منصه اللي ما عندها حتى شي فالور. نتمنى تكون استفدتي من هاد الفيديو، وقول لي شنو المنصه اللي كتعجبك من هادو اللي قلت في الكومونتير. نتلاقاو في الفيديو الجاي.